أهلا وسهلا بكم من جديد. نتابع الآن مع الأحرف الصوتية تيبين دانغدير. في الأبجدية الكردية هناك 8 أحرف صوتية. أولها آ أ إي إي إ إ إي إي أو أو أ أ أو أو. مثال على حرف كلمة آف وتعني ماء. مثال آخر آخ وتعني تراب. الحرف الثاني مثال عليها كلمة سر وتعني فوق. مثال آخر أف وتعني هذا. الحرف الثالث مثال عليها كلمة سي وتعني ثلاثة. مثال آخر إيش وتعني ألم. الحرف الرابع نجدها في كلمات بر وتعني أخذ. مثال آخر مر وتعني مات. الحرف الخامس مثال عليها كلمة إين وتعني الجمعة. مثال آخر شين وتعني أزرق. الحرف السادس الصوتي هو أو مثال عليها كلمة صور وتعني أحمر. مثال آخر كور وتعني أعمى. الحرف السابع نجدها في كلمة قل وتعني وردة. مثال آخر كلمة قر وتعني ذئب. الحرف الثامن والأخير الصوتي هو نجدها في كلمة شور وتعني سيف. مثال آخر كلمة دور وتعني بعيد. الأحرف الصوتية تقسم إلى قسمان: أحرف صوتية طويلة تيبين دانغدير إندريش، وهي الأحرف الآتية: إي أو نأخذ أمثلة أخرى على هذه الأحرف الصوتية الطويلة. كلمة آل وتعني علم. مثال آخر با وتعني هواء. الحرف الثاني الصوتي الطويل وهو نجد في كلمة سيف تعني كلمة معناها تفاحة. مثال آخر ميش أي ذبابة. الحرف الصوتي الطويل الثالث كلمة دين وتعني
مجنون. مثال آخر شير، شير وتعني حليب. الحرف الصوتي الطويل الرابع هو أو. أو نجدها في كلمة بور، بور وتعني شعر. مثال آخر شور، شور وتعني مالح. حرف الصوتي الطويل الأخير وهو الخامس أو. أو نجدها في كلمة هور، هور وتعني ناعم. ومثال آخر كلمة كور، كور تعني عميق. أما الأحرف الصوتية القصيرة فهي التالية: أ، أ، إ، إ، أ، أ. مثال على الحرف الصوتي القصير الأول وهو أ كلمة كر، كر وتعني حمار. مثال آخر مه، مه وتعني شهر. الحرف الثاني إ، إ في كلمة كر، كر أي عمل. مثال آخر هن، هن وتعني بعض. الحرف الثالث أ نجدها في كلمة كل، كل أي هم. مثال آخر جه، جه وتعني أذن. ملاحظة أعزائي المشاهدين: الأحرف الصوتية القصيرة تلفظ كما تلفظ الحركات في اللغة العربية. أي لو أتينا على الحرف الأول أ فهي تشبه الفتحة في اللغة العربية. أ نلفظها كر، كر أو مه، مه. الحرف الثاني إ تلفظ كما تلفظ الكسرة في اللغة العربية. كر، كر. هن، هن. الحرف الثالث إ تلفظ كما تلفظ الضمة في اللغة العربية. كل، كل. جه، جه. وشكرا لمشاهدتكم.